2025 كانت مليانة بالأحداث. سافرت لأبعد الأماكن في مصر، شفت طبيعة حياة البدو في الصحراء وإزاي ليهم طريقة خاصة في عمل العيش بتاعهم. رحت أبعد مدينة في البحر الأحمر وشفت جمال الطبيعة والحياة البحرية. قابلت السكان الأصليين لمدينة مرسى علم، قبيلة العبابدة، وشفت طريقتهم في عمل القهوة بتاعتهم. رحت الفيوم وشفت طبيعة الحياة الريفية هناك، وزرت مدرسة الفخار وعرفت قصة إيفلين السيدة السويسرية اللي حولت قرية تونس لقرية رائدة في صناعة الفخار في العالم. وفي قلب الصحراء رحت البحيرة المسحورة، بحيرة بتغير اللون بتاعها في كل ساعة وعشان كده أخدت شهرة عالمية. ودخلت أماكن صعب الوصول ليها في مصر، رحت المدينة المدفونة، حضارة كاملة اتدفنت في قلب الرملة. وطلعت جبل موسى، أعلى قمة جبل موجودة في مصر في أكتر مكان مقدس في العالم. رحت بحيرات الملح في سيوة وشفت أمازيغ مصر إزاي بتعيش في جمال الطبيعة. وفي نهاية 25 الحمد لله على كل شيء، قدرت أوثق أماكن كتير على اليوتيوب في مصر.